قال في السؤال الثامن: زوجي دائما يهددني بالطلاق حتى على أيسر الأشياء، فما نصيحتك؟ نذكره بقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نقول لهذا الرجل: صاحب زوجتك بالمعروف، والمقصود بالمصاحبة هذه والمعروف هو أن تكون على المحبة وعلى الكرامة، اعطيها حقها كما أنك تطالب بحقوقك، أنت لا تقصر في حقك، ولو أدى كل واحد منهم الحقوق وحق صاحبه لما حصل هذا الذي يحصل. لهذا نقول لهذا الزوج: تمعن في هذه الآية جيدا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنوجهه ونقول له: هذه الآية المقصود بها لا تستعجل، لا تهدد بالطلاق، اصبر، فعسى أن ترى من هذه المرأة خيرا كثيرا فتندم على طلاقها. وأما التهديد والإكثار من الطلاق، الله يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، بعد أن ذكر جملة من أحكام الطلاق قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني الأمر ليس لعبا وليس لهوا. فنذكر الزوج بأن يتقي الله، ونذكر كذلك الزوجة بأن تتقي الله وأن تؤدي حقوقه، ونقول لها: أعظم واجب وفرض عليك بعد طاعة الله ورسوله طاعة الزوج، بل هي أوجب من طاعة الوالدين، فاحذري وامسكي لسانك عنه. وفي المقابل إن كان هو يفعل ما يفعل وتشتكين منه، اصبري وادعوه برفق وأكثري من الدعاء له، فإن البيوت يحصل فيها هذه المشاكل، لكن بعد ذلك تتماسك بالنصح والصبر، وكذلك الهدوء المطلوب، الهدوء من الزوجة أكثر من الزوج.